هل يقرأ الطالع؟ هل يقرأ الفنجان؟ من أين يأتي بهذه المعلومات؟ البوست قدامكم اهو بتاريخه منذ عدة أيام. قال إنه هيحصل حرايق وهيحصل حريق في محكمة جنوب القاهرة اللي فيها قضايا مهمة خطيرة من أجل طمس بعض الأدلة وبعض المستندات. وهو اتهم الإخوان واتهم قضاة من أجل مصر، وقال إن هم هيرشوا السعاة والفراشين بمبالغ مالية، وقال إنه في واحد منهم ربما، وعشان كده أنا قلت لمساعد وزير العدل فتش عن هذا، يكون أحد السعاة خد 100,000 زي ما قال العقيد عمر عفيفي لكي يدبر أو ينفذ هذا الحريق. أنا معايا العقيد عمر عفيفي من أمريكا على التليفون. مساء الخير يا سيادة العقيد. اهلا، مساء النور. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. قول لي حضرتك يعني من اين اتيت بهذه المعلومات؟ منذ عدة ايام تنبأت بحرائق والنهارده في حريق، يعني هل دي معلومات؟ خلينا اتفضل. سامعك. خلينا نتفق على شوية حاجات اساسية في الاول. اتفضل. التليفون عندك سليم مش هيتقطع؟ لا سليم جدا، وتحدث كيفما تشاء. الكهرباء هتتقطع؟ يا حبيب قلبي لا مفيش حاجة هتتقطع، اتفضل. طيب، الحاجة الثالثة، مدتنا مع بعض قد ايه عشان بقى ايه اوزع الحكاية على الموضوع؟ يعني بقدر الامكان اتكلم براحتك مع التكثيف، لان انا برضو يعني عندي اعرف كام دقيقة. انا قدامي الساعة عشان اعرف كام دقيقة، علشان الموضوع فيه مهم جدا. لا يعني اتفضل اتكلم، ويعني ونبدأ بالاهم. اتفضل حاجة. طيب، اولا انا عمري ما اشتغلت في امن الدولة، الحمد لله ربنا يعني حفظني، ما اشتغلتش في امن الدولة. انا ضابط مباحث جنائية، مباحث مخدرات وضابط مباحث اسم وكلام. انا شغلي التحريات وشغلي ان انا اكشف الجرائم والحقائق. تمام. اشتغلت 20 سنة واشتغلت رئيس مباحث. مش ده المهم. الحاجة الثانية، انا مش هارب لامريكا، انا منفي في امريكا بقالي 5 سنين، ومحكوم عليا ب5 سنين سجن في التحريض على السفارة الاسرائيلية عشان قتلوا الجنود ال6 المصريين. تمام. وطبعا هو شرف لا ادعي. الحاجة بقى الثالثة والمهمة اللي هي موضوعنا النهاردة. تمام. انا تحديدا يوم 29 مارس الساعة في حدود الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 35 دقيقة بتوقيت واشنطن، جالي معلومات مؤكدة، وده انه هيتم حريق في ارشيفات محددة، منها الدار القضاء العالي، أيوة. ومنها المحاكم اللي فيها القضايا الهامة. وان هذا المخطط سيقوم به، واخد بالك؟ اسمهم اللي هم قضاة من اجل مصر، وباسماء محددة، وهواجههم في المحكمة الجنائية الدولية. مين الاسماء دي سيادة العقيد؟ مين الاسماء دي؟ لا، الاسماء انا كاتب الاحرف الاولى على صفحتي. طب واحد اسمه لا، ما هو شوف احنا مش عايزين نقول وبعدين يرفعوا عليا قضايا. لا، انا بقى اللي عايز اجرجرهم للمحكمة الجنائية الدولية، لان دلوقتي مهما قلت انت في ناس بترفع قضايا بتعمل بلاغات، هي بتقدمها قدام مين؟ النائب العام. صح. طب النائب العام ده انتمائه ايه؟ اخواني. ايوه. فهو طب لو فرضنا انه في ادانة مثلا لخيرة الشاطر، هيروح يعمل ضغط واحضار لخيرة الشاطر؟ اكيد لا. طيب مستحيل. قول لي طيب، في ادانة قول لي المعلومات دي يعني مترابطه متماسكه، يعني مش عايز اقول لك مصادرك، لانه يعني انت كنت قبل كده في الثوره بتقول للشباب روحوا في الحته الفلانيه هيحصل كذا. هل حضرتك متعمد ده طول الوقت؟ اتفضل. وايه الهدف؟ وايه الهدف من هذا؟ ما انت زي ما قلت ان انا راجل لا مخاوي ولا انا حاوي ولا انا بفتح المندل ولا بضرب الوضع. في هو معلومات من ناس، في شرفاء في كل مكان، وعايز اقول لك ان هناك شرفاء داخل جماعة الاخوان. هناك شرفاء داخل الرئاسة، ومصر لن تخلو من الشرفاء. حضرتك متواصل مع هؤلاء الشرفاء داخل جماعة الاخوان يا سيادة العقيد؟
طبعا طبعا. هو محمد حبيب مثلا، طبعا ده مش من مصدي ولا حاجه، مش كان داخل الجماعه وطلع فضحهم؟ وثروت الخرباوي بس خلاص. طيب ثروت الخرباوي وكله كتير، ابراهيم الهلباوي وكمال الهلباوي. وعايز اقول ان الجماعه ليست هي المركز، يعني الناس اللي عايزين السلطه وبيعملوا البلاوي بس، لا ده الجماعه فيها ناس من الشباب الشرفاء اللي انشقوا واللي اكتشفوا الحكايه والحقيقه، وفي ناس احنا سايبينهم جوه وهم اصلا رافضين الجماعه علشان نقدر نحمي طيب البلد. خلينا في الحريق يا سياده العقيد. حضرتك الحريق حضرتك بتتهم قضاة من اجل مصر، صح؟ شوف اصل في قضاة من اجل مصر واللي توصلنا ليهم اتنين. واحد بيبتدي اسمه ميم حق، ميم حق، والتاني فهم. والاخطر من كده ان ده حصل بعد الحكم اللي هو بتاع النائب العام، فقرر بعض تهور بعض، يعني اللي بيقول ما بيعملش، بعض القضاة وشباب النيابة الشرفاء، وقال لك احنا هننفذ بالقوة، فخاف يحصل زي ما حصل قبل كده مع النائب العام ويخشوا ويقيلوه بالقوة، فقال لك احنا عايزين نخلص ونطور الحاجات القديمة كلها عشان يتخلصوا من التاريخ والمستندات وبعض الادلة والحاجات دي كلها عشان يبقوا نضاف، لو ان جه نائب عام تاني ما يبتديش يفحر وراهم. واخد بال حضرتك؟ يعني بالراحه عليا، يعني حضرتك بتربط بين قرار محكمه الاستئناف بانه تعيين مستشار نائب العام طلعت عبد الله يجب غير قانوني ويجب ان يتنحى او يعني يمشي، وبتربط بين الحريق ده ليه علاقه بالحكم؟ يعني انا ما بربطش، انا بقول لك معلومات وبعد كده بنتحرى عن المعلومات من اكثر من مصدر. واخد بال حضرتك؟ مش مصدر واحد. طيب علشان ما نهجصش، والناس دي مش سهله، مش هنطلع نقول كلام في الهوا وهيسيبونا. تمام. وانا بتحداهم يشتكوني بالكلام ده. كتبت يوم 29. حصل. واخد بالك؟ انا مش فاكر طبعا الحكم كان يوم ايه، لان انا مش متابع قوي احكام النائب العام والكلام. اكيد قبل الميعاد، قبل ما تكتب اكيد. تم اتخاذ القرار وابتدوا يستميلوا بعض الاشخاص عن طريق 2 ضباط والاثنين القضاء دول، وانا بجزم لك ان النائب العام كان على علم بهذا الحريق. معقولة؟ ده كلام خطير جدا يا كده. انا بقول لك اهو، يرفع عليا قضية، يرفع 100 وانا هقاضيه قدام المحكمة الجنائية الدولية، او عندما يكون هناك قضاء غير ليس تحت الارهاب. بتهمة ايه طيب؟ هقول لك الاخطر من كده. نعم؟ هتقاضي النائب العام بتهمة ايه يا سيادة العقيد؟ بتهمة التواطؤ واشتراكه ومعرفته بهذا الموضوع. اوكي. عيني طيب انا بقولها ايه الاخطر من كده؟ هل في حرائق اخرى قادمة؟ لا الاخطر من كده ان هناك كاملة باسماء القضاة اللي هيتم قضايا اخلاقية ليه، وهيتم عمل حوادث ليتم بالصلاحية ثم علشان ما يحصلش احكام ضد الاخوان. يعني هيتم تلفيق قضايا اخلاقيه لبعض القضاه الذين ينظرون قضايا فيها الاخوان طرف، يعني في القضايا دي. بقول لك قضايا اخلاقيه، قضايا اخلاقيه ملفقه بالفساد والرشوه وحوادث صوت، احتمال تصفيات وتسليط بلطجيه عليهم وعلى اهلهم. ده زي ما حصل مع المستشار احمد الزند مثلا؟ لا احمد الزند ده كان ضرب خوف. الثاني ده هيبقى طيب علشان اضرب المربوط يخاف الزايد، علشان يرهبوا القضاء بالكامل. ده مش كده وبس، لسه باسماء بعض ضباط الشرطه
اللي رفضوا وزير الداخليه ليتم تصفيتهم وقنصهم في المأموريات. حذر زملائي واخواني ضباط الشرطه ما تطلعش تقدر هواء ليه ما تطلعش الا بامر كتابي. 3 ما تطلعش مأمورية الا انت متسلح بسلاح يناسب مأمورية. يفضل يكون معاك مجموعة مسلحة من العمليات الخاصة او فرق الامن. ضباطنا بيتصفوا وبيضربوا في دماغتهم من الجماعات الارهابية. بجميع مخابرات العدائية ضدنا وعلى رأسها المخابرات الإيرانية والتركية وعلى مسؤوليتي والقطرية قناة الجزيرة اللي هي استخبار وبعض المراسلين من الشباب بيتكلموا على أعمال لا الإعلام والصحافة إنما هي أعمال مخابراتية تجسسية بحتة. طيب سيادة العقيد انت قلت تقريبا اخطر ما عندك دلوقتي. لا لسه في اخطر؟ لو انت عندك طيب قول الاخطر عشان انا عندي سؤال لحضرتك. قول اتفضل. الناس بتقول لك مصر رايحة على فين؟ مهم جدا هذا السؤال. وليه امريكا بتدعم الاخوان بهذا الشكل؟ مع انهم كانوا قبل كده بيعتبروهم جماعات ارهابيه. الموقف ده اتغير بيتهيألي الفتره. امريكا اللي معاها مصالحها ما يبقاش ارهابي. يعني الاخ اسامه بن لادن لما كان ضد روسيا ما كانش ارهابي، كان صديقهم. صحيح كان مجاهد. بقى ارهابي صحيح. كلمه ارهابي اذا اتفقت مع المصلحه الامريكيه مبقاش ارهابي. تمام. اذا اختلفت يبقى ارهابي وابن 60 كلب. هو الواقع. المساله ان في مخطط دولي كبير جدا احنا طرف منه. واحنا طرف الخيط والمفتاح، وهو ان امريكا لديها اعداء حقيقيين وهم الاعداء التقليديين سواء اعداء اقتصاديين او عسكريين. وانت شايف طبعا التوتر اللي حاصل في كوريا. وطبعا في صراع اقتصادي بين امريكا والصين. تمام. فبالمناسبه دي التهديد باطلاق صواريخ نوويه على امريكا من كوريا ده عامل رد فعل عندك ازاي؟ شكله ايه؟ لا مفيش اي رد فعل. هم لان امريكا بلد محصنه لانها بعيده، هو ما اعتقدش عنده الكلام ده. بس طيب. ممكن يضرب يعني، بس ربنا يكرمه كده وحد يبعت له مسج يقول له يروق لنا صاروخين على قطر. طيب بقول لك بالمره. طيب سياده العقيد عمر، انت برضو في ناس بتتهمك انك بتؤدي دور لصالح جهات ما. في ناس قالت انك بتشتغل مع السي اي اي والمخابرات الامريكيه والبتاع، وده كلام اتنشر. يا ريت. يعني انت اتنشر هذا الكلام. انت بتؤدي هذا الدور من عندك ليه؟ يعني ليه ما بترجعش وتؤدي دورك طيب انا بس هترجعني احكي لك بس القصه عشان تعرفوا انتوا رايحين فين وبتلاقي بيكوا ازاي. وانتوا بيستغلوا مصر ازاي، وليه امريكا هتدعم وبتدعم الاخوان الى ما لا نهايه وتغض الطرف عن كل شيء بتعمله، وتصريحات كلها في الفيشنج. ان احنا بنشعر بالقلق، ان احنا متضايقين شويه. لو ايام مبارك ما كانوش سكتوا، لكن دلوقتي حبيبك يبلع وعدوك يتمنى لك الغلط، فهم حبايب لان المصلحه بتتفق. واخد بالك؟ فانا عمر عفيفي عميل لمين؟ لامريكا؟ طيب حضرتك بتشتغل ايه يا سياده حضرتك ايه شغلانتك في امريكا دلوقتي؟ بتاكل منين؟ عايش ازاي؟ انا بقالي دلوقتي بدور على شغلانه وبناشد اي حد من ولاد الحلال اللي عنده شغل في امريكا يشغلني عنده ان شاء الله سواق تاكسي، لان انا خلاص ابتديت اشحت، وده طبعا بتعليمات للتضييق عليا عشان يجوعوني. تعليمات من السفير الامريكي، من السفير المصري في امريكا، القنصليات المصريه في امريكا؟ لا، من اصدقائهم الاخوان. من اصدقائهم الاخوان. انا كنت بشتغل في جامعه جورج
دون فيزيتور ريسيرشر ب 2400 دولار. ولو عمر عفيفي وانا يعني كنت هشتغل في امريكا من السعوديه، انا لو شغال تاكس هاخد فلوس من الامريكان. ايوه. وبعدين انا موجود هنا غصب عني. انت بتقول انت موجود ليه؟ انا موجود لان اتحكم عليا 5 سنين في تهمه التحريض على التعدي على السفاره. شوف الغباوه. طيب ما فيش محامي من القضيه؟ ما هي القضيه ممكن تطلع في شنك، يعني القضيه ممكن زي كتير من اتهموا في قضايا من هذا النوع وطلعوا براءه يعني. اسمع بقى عجب العجاب يا ريس. بس انا عندي اهم دلوقتي، يعني احنا عندنا ايه المعلومات ونعمل ايه عشان بس ما نحرقش الوقت. اتفضل. فاتحكم عليا 5 سنين بتهمه التحريض. الناس اللي هم نفذوا خدوا سنه مع الايقاف. عمرك شفت المنفذ ياخد سنه مع الايقاف والمحرض ياخد 5 سنين سجن مشدد من محكمه امن دوله عليا سواء عشان ما يبقاش فيه محامي يدافع عني. وبعد كده السيد مرسي واخد بالك عفى عن الخمسه هم المتهمين 76 عفى عن ال75، لكن ال76 اللي عمر عفيفي لا طبعا. واخد بالك اتقدم طلب ليه يا جماعه كده علشان ارجع ولا حد بيرد. ما علينا مش مهم. عمر عفيفي هيرجع في الوقت اللي هو شايف هيرجع فيه امتى. واخد بال حضرتك؟ والعبره بالانسان وليس بالمكان. ما انت شايف بتاع كوريا بيهدد بالصواريخ من على بعد 5000 ميل. صحيح. فالمساله ويعني انا لو عمر عفيفي هيمسك سيفه وينزل ميدان التحرير وهو عنده 50 سنه. طيب انت شايف مصر رايحه على فين طيب يا سياده العقيد؟ بص مصر ان شاء الله رايحه على اكتمال الثوره رغم انف الاخوان ومن وراء الاخوان. والاخوان ظاهره للاسف هتزعل مني، انتوا اللي صنعتوها. الاعلام اللي صنعها. قاعد تجيب لي في العريان وفي الشاطر وقيادي ومش قيادي، هم شويه كله عددهم 600,000. وانت بتشوف لما بيجي يحمي المعصم ما بيقدرش يحمي المقرات اللي بره. لان لما تيجي تحسب ال 600,000 هتلاقي تلتينهم عواجيز فوق ال 45 والتلت الثاني او الباقي جزء منه شباب وجزء استاذ. فالقوه الضربه لدى الاخوان الحقيقيه لا تتجاوز 15,000 شاب. واخد بالك؟ انت متوقع يحصل ايه طيب فتره عشان انت توقعاتك دلوقتي بتحصل؟ بقول لك مفيش. بص دول سرطان، والناس لازم تعرف ان السرطان بيستأصل، والسرطان لما بيستأصل بعملية، والعملية بيبقى فيها مضاعفات وفي دم بيخر. فاللي عايز يعملها بالليزر دول مش هيطلعوا بالذوق. انا بقول لك من الاخر يعني ولذلك نعم. طيب ايوه يا استاذ. انا خليك